السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي اليوتيوب والفيسبوك في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة وحكاية في الكورة. صفقة للريال وأخرى للبارسا، مصري ومغربي يوقعان للفرق جديدة. 7 صفقات تمت بالفعل قبل انطلاق الميركاتو الصيفي. قبل ما أبدأ في سرد تفاصيل الأخبار، بتمنى تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد. لم يبدأ الميركاتو الصيفي بعد في كرة القدم الأوروبية، لكن هناك بعض الأندية الكبرى على رأسها العملاقين ريال مدريد وبرشلونة اهتموا بالتحرك المبكر نحو أهدافهم، وحسموا بالفعل صفقات ربما لم تسمع عنها بسبب انشغالك بالموسم الحالي الذي لم ينتهي بعد. وفي حلقتنا النهاردة هنتعرف على 7 صفقات فاتتكم في سوق الانتقالات اللاعبين العالمي. أولى صفقاتنا النهاردة هي تياجو مارتينيز إلى برشلونة. صفقة أجلت لسنوات ومواسم عدة، لكن أخيرا أغلقت إدارة البارسا صفقة التعاقد مع قلب دفاع أتلتيكو بلباو بعدما انتظرته لينهي عقده الحالي مع بلباو، وأتمت التعاقد معه في صفقة انتقال حر مجانا. تاني صفقاتنا النهاردة هو النجم المصري عمر مرموش إلى انترلاخت فرانكفورت. رحلة ثالثة للجناح المصري في البوندسليغا الألماني، فبعد ارتداء قميص شتوتغارت ثم من بعده فولفسبورغ، وقع النجم الفراعنة الدولي لنادي مدينة فرانكفورت لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر أيضا. صفقتنا الثالثة هيكون ميلان سكرينيار إلى باريس سان جيرمان. مدافع الانتر قد تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مان سيتي هي الأخيرة لي بألوان نيراتزوري بعد رفضه التجديد عقده مع الأفاعي، وتفضيله عملاق الكرة الفرنسية في صفقة انتقال حر لتعزيز الدفاعات الباريسية بداية من الموسم المقبل إن شاء الله. رابع صفقاتنا النهاردة جواو بيدرو إلى برايتون. يبدو أن المدرب ديزيزبي بدأ العمل مبكرا على خططه في ميركاتو من أجل مواصلة المسيرة الرائعة مع طيور النورس. بالفعل أتم صفقة قياسية عبر تاريخ فريق الجنوب الإنجليزي، وتعاقد رسميا مع البرازيلي جواو بيدرو مهاجم واتفورد بمبلغ اقتربت قيمته من 30 مليون جنيه استرليني. خامس صفقاتنا النهاردة هو عبد الحميد صابري إلى فيورنتينا. يستعد الفيولا لخسارة لاعب مغربي هذا الصيف وهو سفيان مرابط، لكنه سوف يعوضه بأسد آخر بعد تعاقده مع مواطنه صابري قادما من سامبادوريا في سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه أكمل موسمه مع السامب على أن ينتقل إلى الفيولا مع انطلاق الميركاتو الصيفي. سادس صفقاتنا النهاردة هو فران جارسيا إلى ريال مدريد. استعاد المارينجي ابنه المباع إلى رايو فايكانو قبل عامين مستغلا بند إعادة الشراء صاحب 22 عام مقابل 5 ملايين يورو، ليكون جارسيا هو الظهير الأيسر المنتظر في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل لمنافسة اللاعب المصاب دائما فيرلاند مندي. وآخر صفقاتنا في حلقة النهاردة هو كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي. نجم هجوم نادي لايبزيج الألماني انتقل أو أتم انتقاله إلى البلوز منذ شهور، حيث أنه قد اجتاز بالفعل الكشوفات الطبية في عيادات لندن بعد موافقة إدارة تشيلسي على دفع مبلغ 60 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني. طبعا دي بداية صفقات وتعاقدات بعض الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي أو بداية الميركاتو الصيفي، ولسه الصفقات هتتوالى إن شاء الله مع نهاية الموسم الكروي الذي لم ينتهي بعد في بعض من الدول الأوروبية. قبل ما اختم حلقتي معاكم النهارده، ما تنسوش تدعموا او ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. دي كانت حلقتي من حكايات في الكوره، انتظرونا وحلقات جديده حكايات في الكوره. السلام عليكم.